يعني مثلا اخش على طول في الموضوع. واحدة بتقول لجوزها حلمت امبارح انك جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها طيب كملي نومك يمكن تعملي حادثة. واحد غبي راح ماتش كوره وقعد جنب شلة ناس عمال بتشجع وعمال يقولوا هلا حيو الاول جاي، هلا حيو الاول جاي. قام الجون الاولاني جه. بعد شويه قالوا هلا حيو الثاني جاي، هلا حيو الثاني جاي. قام الثاني جه. قام قعد قال لهم ايه يا جماعه، يا جماعه اسكتوا بقى، اللي شاف الماتش ده قبل كده ما يتكلمش. واحد مسطول قاعد يحشش مع مراته لغايه ما نسيوا نفسهم، وفجاه حد خبط عليهم، فقامت المراه وقالت جوزي جوزي. قام الراجل قام وراح نط من الشباك. واحد خاطب واحدة وشكله مش قوي، فخطيبته طلبت منه صورة وهو مسافر بره، فبعت لها صورة وكتب عليها عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. واحد مسطول راح المحكمة فطلبوا منه أي حاجة تثبت ملكيته للبيت، جاب لهم صورة وهو بيشطف في البيت. مدرس بيقول لطالب ضع كلمة دوج في جملة، قال له الطالب دوج يا مزيكا. بلدياتنا قاعد على البحر شاف واحد عمال بيغرق ويطلع ايده من الميه، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام، كل ما يطلع ايده يقول عليكم السلام. ضابط مسؤول مسك 3 في الشارع وخدهم على الاسم، قال لهم اللي هيقول لي جمله فيها كلمه لا او اخرها كلمه لا هيروح. الاول قال الشمس تطلع في النهار لكن بالليل لا، قال له روح. الثاني قال له القمر بيطلع بالليل لكن في النهار لا، قال له روح. الثالث قال له تصدق انك ضابط ابن كلب، قال له ليه؟ قال له عشان روحتهم هما الاثنين وانا لا. واحدة بتقول لجوزها حلمت امبارح انك جبت لي عربية وعلمتني السواقة. قال لها طيب كملي نومك يمكن تعملي حادثة. واحد اسمه نادر اتجوز واحدة اسمها ندرة، خلفوا ولد مهدد بالانقراض. 2 محكوم عليهم بالاعدام، واحد طيب والتاني ندر. فقال له الطيب قبل ما تموت تحب تعمل ايه، تحب تشوف ايه؟ قال احب اشوف امي. فطلبوا من ندر وانت تحب ايه؟ قال احب ما يشوفش امي. واحد اخرس بلع 10 قروش، اتصل 10 دقايق. واحد صحي من النوم على زعيق وصوت، سأل الجيران ايه في ايه؟ قالوا له الميه مسمومه. مراته صحيت سالته في ايه؟ قال لها مفيش حاجه، روح اشرب انت ونام. واحد غبي مش جاله نوم، قام يدخن سيجاره، قعد يدور على كبريت ولع ما لقيش، راح مطفي الشمعه ونام. واحد غبي حلق شنب ودخل على اهله قال لهم تصوروا والله ما عرفتكم. بلدياتنا حب يعمل ارهابي خطف ابنه ما حدش سال عليه قام قتل. 2 بلدياتنا بيلعبوا شطرنج، الفيل اتخنق. واحد بلدياتنا ماشي في الشارع لقي كنز، قال كويس فضل الخريطة. حرامي دخل بيت عشان يسرق، وهو بيفتش طلعت عليه صاحبة البيت وكانت تخينة قوي، مسكته ورميته على الارض وقعدت عليه وراحت تنادى على ابنها واد يا محمد واد يا محمد انده ابوك من على القهوة. الحرامي قال لها بسرعة وحياة ابوك يا محمد. واحد ابنه المولود مرض، خدوا على الدكتور، فالدكتور قال ابنك شرب لبن منتهيه مده صلاحيته، فرد عليه معلش اصل رضع من جدته امبارح. واحده سمرة قوي لبست فستان احمر وقالت لجوزها دلعني، قال يا فحمه مولعه. واحد عسكري بلدياتنا في الخدمه لقى قرد في الشارع، وداه للظابط بتاعه، قال له يا باشا انا لقيت القرد ده في الشارع. قال له روح وديه على حديقه الحيوان. غاب العسكري شويه ورجع ومعاه القرد. قال له رجعت بيه تاني ليه؟ قال وديته على حديقه. اوديه تاني فين؟ على الملاهي. واحد خلف 7 عيال سماهم 7 أب. حمار عادي وحمار وحشي عاملين مسابقه، بدا السباق فالحمار العادي وقف، قالوا له ما بتجريش ليه؟ قال لهم والنعمه ما انا جاري الا لما تجيبوا لي ترنج زيه. واحد راح يشتري ساعه لقاها غاليه اشترى 5 دقايق. واحد بلدياتنا رجع من الحج سالوه كيف الحج والخدمات في السعوديه؟ قال لهم والله كل حاجه تمام التمام وكتر خيرهم، قاموا بالواجب وزياده، وانا بنصح اي واحد عايز يحج ما يروحش غير السعوديه. واحد بيقول لمراته بتحبيني قد ايه؟ قالت له قد ما انت بتحبني. قال قلبك اسود قوي. مدرس بيسال طالب فافي بيقول له هات لي اسم 3 حيوانات بر مائيه، قال له ضفدع وامه واخته. مسطول بيسال مسطول زيه الساعه كام؟ قال له ما اعرفش. قال له غريب انا معايا ما اعرفش الا 5. واحد من كتر ما خسر في البورصه تعب وعي، راح عند الدكتور، قال له الدكتور يا لهوي ضغطك وصل 70. قال له بيع بيع بيع. واحد غبي واحد حياته كلها اخضر فاخضر، صحي من النوم لبس بنطلونه الاخضر وقميصه الاخضر وجزمته الخضر وركب عربيته الخضراء ومشي في الشارع كله اخضر فاخضر، فعمل حادثه في سياره خضراء، جه الصليب الاحمر باظت النكته.
واحد غبي راح للدكتور، الدكتور وصاه يمشي لمدة 15 يوم على رجليه، بعد اسبوعين اتصل بالدكتور قال له يا دكتور انا على حدود السعودية اكمل ولا اروح؟ واحد جاب خروف العيد قبل العيد بشهرين، وكان الخروف يقعد معاه ويشرب معاه ويتفرج على التلفزيون معاه، وجاء يوم العيد ليه الخروف فوق عمال يعيط. قال له بتعيط ليه؟ قال له كل الناس ذبحوا وجابوا خرفان للعيد الا احنا. واحد شاف دكتور بيطري راكب حمار، قال والله اول مرة اشوف دكتور راكب زباين. واحد غبي بعاكس في واحدة في التليفون، فبتقول اكيد انت غبي، قال لها يخرب بيت اظهار الرقم ده. واحد بلدياتنا راح حفلة تنكرية قطع دراعه. واحد جاي يقتل صاحبه وبيقول له قول الشهادة بسرعة قول الشهادة، قال له بكالوريوس تجارة. اتنين بلدياتنا ماشيين في الصحراء لقوا واحد بيصطاد، فواحد منهم قال للتاني شوف العبيط بيصطاد في الصحراء، رد عليه التاني ملناش دعوة يلا قدف قدف. واحد عربي نزل مصر دخل على صراف آلي، سحب 5000 جنيه وطلب عمل سحب إيصال، طلع الإيصال مكتوب عليه ايه الحلاوة دي، ايه يا باشا ربنا يزيدك من نعيم. واحد غبي راح يسرق واحدة عجوزة، قعد تحت السرير وهي عمال تسرح في شعرها، قعدت ساعتين لغاية ما نام، قام يدور ما لقاش حاجة راح نكش لها شعرها وراح ماشي. حمار بيسأل حمار انت محشش؟ قال له لا مبرسم. بقول لك ليه الغواصين تحت المية بيتكلموا بلغة الإشارة؟ قال لك علشان الحيتان ليها ودان. واحد بلدياتنا عايز يدي ابنه العيدية ومش معاه غير 100 جنيه وعايز يديله بس 10 جنيه، مسح الصفر واديها له. واحدة بتسأل أمها ليه العروسة بتلبس أبيض يوم فرحها؟ قالت علشان بيكون أسعد يوم في حياته. قالت أنا عرفت ليه كده العريس بيلبس بدلة سوداء. بقول لك واحد غبي جاله جواب ومكتوب في آخره صندوق بريد صاد به 44. الراجل ما فهمش يعني إيه، راح يسأل صاحبه قال له يعني بقول لك عايز صندل بني مقاس 44. حرامي دخل على شقة فيها راجل وعياله ومراته، فقال للراجل طلع الفلوس اللي معاك لا اقتل مراتك. فالراجل قعد يضحك فقتل مراته، وقعد يضحك فقال له طلع الفلوس اللي معاك هقتل ابنك. فالراجل قعد يضحك برضه لسه بيضحك. المهم انه خلص على العيلة كلها والراجل قعد يضحك، فقال له يا راجل انا عم قتلت عيالك ومراتك والعيلة كلها ومش عايز تطلع الفلوس اللي معاك. قال له اطلع من دول يا بتاع الكاميرا الخفية. جماعة واقفين مع بعض، فواحد قال لهم اللي بيخاف من مراته يجي على جنب، كلهم وقفوا الا واحد، فقال له انت يا معلم مش بتخاف من مراتك؟ قال له انا مراتي قالت لي ما تتحركش من هنا. جماعة بلدياتنا ماتوا غرقانين في غواصة، وبعد التحقيق اكتشفوا ان واحد منهم سمع خبط بره راح فتح الباب يشوف مين. واحد بتاع مخلل راح يخطب واحدة فخاف يقول لأهلها انه بتاع مخلل فما يرضوش بيه، فابوها بيسأله بتشتغل ايه يا ابني؟ قال له انا تاجر قطع خيار. واحدة اتصلت بأمها وزعلانة وبتعيط، فأمها بتسألها بتعيطي ليه؟ قالت لها جوزي بيخني. قالت لها ازاي؟ قالت لها ده بيكذب علي وبيقول له انه بايت بره عند صاحبه محمد. قالت لها طب ما يمكن ما بيكذبش عليك. قالت ازاي ومحمد بايت عني؟ واحدة بتقول لجوزها اذبح خروفين بمناسبة 25 سنة على جوازنا. قال لها وايه ذنب الخروفين من غلطة ارتكبها حمار؟ واحد بيقول لمراته السداي ان جارنا بيقول انه خان مراته مع ستات العمارة كلهم الا واحدة بس. قالت اكيد الولية الرخمة اللي في الدور الرابع. واحد حرامي دخل على راجل ومراته يسرقهم، قال للست اسمك ايه؟ قالت مديحة. قال لها خلاص مش هقتلك علشان اسمك زي اسم ام. قال للراجل اسمك ايه؟ قال له اسمه فوزي وبيدلعوني بيقولوا لي يا مديحة. بيسألوا واحد بلدياتنا عامل ايه في الصيام في الحر ده؟ قال اسكتوا والله لولا الوضوء كان الواحد مات من العطش. واحد بيقول لمراته انا بحب فتراك جدا جدا. قالت له وانا بحب حسين جدا جدا. قال لها يا ستي ده فتراك دي مربى. قالت له وحسين ده العسل. عريس بيقول لعروسته لازم تعرفي ان كلمتي هنا زي الساعة. بصت له بغضب كده قال لها لا بتقدم ولا بتأخر. مرة واحد بلدياتنا شاف الساعة واحدة بس. بقول لك 3 أندال قرروا يسرقوا بنك. الأول دخل يجيب الفلوس، والتاني استناه عشان يسرق منه الفلوس، والتالت راح بلغ البوليس. واحد نادى أبوه مات، قالوا له ادي للشيخ 50 جنيه عشان غسل أبوه. قال لهم ليه؟ هو غسل BMW.
واحد شكله مش قوي كده ومش ولا بد، راح علشان يخطب واحده، قام قعد وابو البنت قرفان منه ومن منظره، فقال له الشاب انا يا عمي عملت نفسي بنفسي. فرد ابو البنت قال له والله انا بقول كده برضه، مش ممكن تكون دي خلقة ربنا. واحد بلدياتنا اشترى موبايل، قال له اخوه اكتب لي رسالة انت خطك احسن من خطي. 3 ديابة طفشين من واحد بلدياتنا وبيجروا وجرى معاهم حمار، قالوا له انت بتجري ليه؟ قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ بلدياتنا ضرب ابن عمه بالنار، سألوه الشرطة اسمك؟ قال انا مش عايز افتخر بنفسي، سجل فعل خير. واحد غبي راح يعزي وفي العزا اتأثر كتير، وهو طالع سأل اهل الميت مش في امل انه يرجع تاني. مرة واحد بيقول انا بردان من الساعة، رد عليه واحد جنبه قال انا حمدان من الجيزة. واحد غبي راح يشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يقشر له واحد يقول ايه مش انا لسه منزلك من شوية. واحد بلدياتنا اشترك في مسابقة من سيربح المليون، اتصل بصديقه وقال له الو معانا 30 ثانية، رايك احذف اجابتين ولا استخدم الجمهور؟ ولد غبي راح عند البقال وقال له عندك شوكولاتة يا عمو من ام 4 جنيه؟ قال له البقال عندي. قال له طب بكام؟ واحد بلدياتنا عزم صحابه على السطح، ليه؟ علشان اصدقاء سطحيين. واحد بلدياتنا وقع من عمارة 10 ادوار، وصل الارض الناس اتلمت وسألوا فيه ايه؟ قال لهم مش عارف انا لسه واصل دلوقتي. واحدة وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب اتوبيس، جنبه واحدة ست، الست دفعت وقالت السيدة زينة، بلدياتنا دفع وقال ابراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي اكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الاسمنت، طلع منها يقول يخرب بيت الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماه فنجان شاي. واحد راح لشيخ وقال له يا عم الشيخ انا عندي جن في البيت اعمل ايه؟ قال له الشيخ اخلطه بسفن اب وادعي لي. واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك وقال الكل ينبطح الارض، كلهم انبطحوا الا واحد قعد يضحك. فقال له الحرامي انت بتضحك ليه؟ قال له لانك حرامي غبي. قال له عرفت ازاي؟ قال له لان ده بنك الدم. واحد بلدياتنا كان بياكل بايده الشمال، فابن عمه قال له الشيطان بياكل معاه، راح حاطط له سم في الاكل. واحد لقي صاحبه قاعد مع مراته، قام ذبحه، قالت له غبي طريقتك دي هتخسر كل اصحابك. لعيب كوره اتجوز لاعيبه كره قدم، خلفوا ولد سموه جول، راح يسجلوه طلع اوفسايد. واحد حب يعمل مفاجأة، 3 ديابة طفشين من واحد بلدياتنا وبيجروا وجرى معاهم حمار، قالوا له انت بتجري ليه؟ قال لهم وايه يقنعوا ان انا حمار؟ بلدياتنا ضرب ابن عمه بالنار، سألوه الشرطة اسمك؟ قال انا مش عايز افتخر بنفسي، سجل فعل خير. واحد غبي راح يعزي وفي العزا اتأثر كتير، وهو طالع سأل اهل الميت مش في امل انه يرجع تاني. مرة واحد بيقول انا بردان من الساعة، رد عليه واحد جنبه قال انا حمدان من الجيزة. واحد غبي راح يشتغل سواق تاكسي في الصين، كل ما يقشر له واحد يقول ايه مش انا لسه منزلك من شوية. واحد بلدياتنا اشترك في مسابقة من سيربح المليون، اتصل بصديقه وقال له الو معانا 30 ثانية، رايك احذف اجابتين ولا استخدم الجمهور؟ ولد غبي راح عند البقال وقال له عندك شوكولاتة يا عمو من ام 4 جنيه؟ قال له البقال عندي. قال له طب بكام؟ واحد بلدياتنا عزم صحابه على السطح، ليه؟ علشان اصدقاء سطحيين. واحد بلدياتنا وقع من عمارة 10 ادوار، وصل الارض الناس اتلمت وسألوا فيه ايه؟ قال لهم مش عارف انا لسه واصل دلوقتي. واحدة وحشة قوي بصت في المراية وقالت حتى المرايات بيغشوها. واحد بلدياتنا راكب اتوبيس، جنبه واحدة ست، الست دفعت وقالت السيدة زينة، بلدياتنا دفع وقال ابراهيم عبد الموجود. واحد كيميائي خلف ولد سماه سامي اكسيد الكربون. واحد بلدياتنا وقع في خلاطة الاسمنت، طلع منها يقول يخرب بيت الملاهي. واحد بلدياتنا فتح كوفي شوب في الصين سماه فنجان شاي. واحد راح لشيخ وقال له يا عم الشيخ انا عندي جن في البيت اعمل ايه؟ قال له الشيخ اخلطه بسفن اب وادعي لي.
واحد حرامي غبي قوي دخل على بنك وقال الكل ينبطح الارض، كلهم انبطحوا الا واحد قاعد يضحك يضحك. فقالوا الحرامي انت بتضحك ليه؟ قال له لانك حرامي غبي. قال له عرفت ازاي؟ قال له لان ده بنك الدم. واحد بلدياتنا كان بياكل بايده الشمال، فابن عمه قال له الشيطان بياكل معاك، راح حاطط له سم في الاكل. واحد لقي صاحبه قاعد مع مراته قام ذبحه، قالت له غبي طريقتك دي هتخسر كل اصحابك. لعيب كوره اتجوز لاعيبه كره قدم، خلفوا ولد سموه جول، راح يسجلوه طلع اوفسايد. واحد حب يعمل مفاجاه لمراته في عيد ميلادها، طلقها. واحد اتجوز واحده حوله، قال لها ليه ما بتكلميش معايا؟ قالت له مكسوفه من اللي جنبك. ضابط مرور مسك واحد غبي راكب عربيه، النمره اللي ورا مش زي النمره اللي قدام، فبقول له ليه كده؟ قال له طبيعي، هو وشك زي قفاك. خروف بيسأل خروف بشوف عدى عليك عيدين ومش دبحوك ليه؟ قال له اصل مسجل في شهاده الميلاد حمار. واحد مسطول بيسأل واحد مسطول هو البنك فاتح؟ قال له لا غامق. واحد نادلة عينوه مدير للجمعيات الخيرية للمعوقين، أول حاجة عملها عمل سباق قفز الحواجز. واحدة كل ما تشوف جوزها تقول له هات لنا مروحة، هات لنا تلاجة، هات لنا غسالة، هات لنا هات لنا هات لنا. قال لها انت ايه يا شيخة؟ ولا مرة تقولي خد؟ قالت له خد التلفزيون صلحه. واحدة سمرة قابلت أسد، قالت له والنبي والنبي ما تاكلني. قال لها الدكتور اصلا محرج عليا ما اكلش المشوي. اتنين مساطيل قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني تصدق لما بشرب القهوه ما بعرفش انام؟ التاني قال له انا برضه عكسك يا اخي، لما بنام ما بعرفش اشرب قهوه. واحد بلدياتنا بيسالوه ايه رايك في الجواز المبكر؟ قال لهم في اي ساعه يعني. واحد بلدياتنا لغى ميعاده مع الدكتور لانه مريض. واحد احول جاب طوبه في صدره بص وراه. واحد حماته ماتت فبيسأل هو سبب الموت؟ قالوا له تسمم. قعد يضحك يضحك، قالوا له تضحك ليه؟ قالوا له اكيد عضت لسانها. واحد احول غمز لبنت خش في العمود. واحد احول بنى بيت وجاي يسكن فيه سكن جنبه. واحد بلداتنا رجع من امريكا، قعد بيحكي لابوه وامه على الحاجات الغريبه اللي شافها هناك. قال لهم انا شفت واحد وقع من فوق عماره طويله، قعد 3 ايام لحد ما وصل. امه سالته طيب مات؟ ابوه رد عليها 3 ايام لا ياكل ولا يشرب، ده اكيد هيموت. واحد خياط اشتغل سواق تاكسي، بقى ينزل الزباين ويركب زراير. جماعه بلدياتنا حبوا يفجروا عماره، حطوا القنابل في الدور الارضي وهربوا على السطح. عصفور غبي طار اتخبط في ازاز عربيه، اغمى عليه، صاحب العربيه وقف وخده معاه البيت وحطه في قفص. صحي العصفور لقى نفسه في قفص، سأل نفسه انا في سجن، معقول الراجل مات؟ حرام وندل ماشيين مع بعض، فالندل بيقول الحرامي علمني السرقه، قال له تعلمني النداله؟ قال له اه. وهما ماشيين مع بعض كده راح الحرامي سرق محفظه واحد، فالحرامي قال له ايه رايك بقى؟ قال له لا 100 100. قال علمني النداله بقى. الحرامي حرامي. واحد بلدياتنا راح حفله تنكريه قطع دراعه. واحد جاي يقتل صاحبه وبيقول له قول الشهاده بسرعه قول الشهاده، قال له بكالوريوس تجاره. 2 بلدياتنا ماشيين في الصحراء لقوا واحد بيصطاد، فواحد منهم قال للتاني شوف العبيط بيصطاد في الصحراء، رد عليه التاني ملناش دعوه يلا قدف قدف. واحد اطرش وقف سواق تاكسي وبالصدفه السواق برضه اطرش زيه، قال له مصر الجديده، رد السواق قال له لا والله مصر الجديده، رد الراجل قال له خلاص معلش انا كنت فاكرك رايح مصر الجديده. واحد بخيل بيقول لمراته اجيب لك ايه في هديه عيد جوازنا؟ اجيب لك فلوس ولا تاخدي موبايل الجديد؟ فكرت شويه قالت ده بخيل، لو طلبت منه فلوس هيديني 2 جنيه، فقالت خلاص اديني موبايلك الجديد. قال لها اكتبي 012 35 07. واحد اجنبي بيسال واحد بلدياتنا تعرف تعوم؟ قال له لا. قال له يبقى الكلب احسن منك. بعدين سكت شويه صاحبنا وسال الاجنبي قال له وانت بتعرف تعوم؟ قال له اه بعرف اعوم. قال له يبقى مفيش فرق بينك وبين الكلب. حرامي دخل على شقه فيها راجل وعياله ومراته، فقال للراجل طلع الفلوس اللي معاك لا اقتل مراتك. فالراجل قعد يضحك فقتل مراته وقعد يضحك،
فقال له طلع الفلوس اللي معاك هقتل ابنك. فالراجل قاعد يضحك برضه، لسه بيضحك. المهم انه خلص على العيله كلها والراجل قاعد يضحك. فقال له يا راجل انا عم قتلت عيالك ومراتك والعيله كلها ومش عايز تطلع الفلوس اللي معاك. قال له اطلع من دول يا بتاع الكاميرا الخفيه. واحد بلدياتنا لقى 10 جنيه على الارض خدها وحط 50. 2 اغبياء اصحاب، فواحد بيقول للتاني انت تاخد شهر اجازه وانا اخد شهر اجازه ونطلع شهرين على باريس. دكتور اسنان مصاحب واحده خلع منها. بقول لك كان في حمار وحشي واقف على كنز كبير ومش عارفين يجيبوا الكنز. قالوا اللي هيجيب الكنز ده هياخد نص. جابوا واحد امريكي وواحد هندي وواحد اجنبي. الهندي اول ما وصل راح الحمار رفس وراح مموته. الياباني دخل راح الحمار مرفس وراح مموته. الاجنبي بعد شويه لقيوه جايب الكنز على كتفه وسحب الحمار في ايده. قالوا له ايه يا عم عملت ايه؟ قال كلمه مني كلمه منه، اتعرفنا على بعض طلعنا قرايب. واحد بيسأل صاحبه لو طلع عليك أسد وانت بتصلي هتكمل صلاتك؟ قال له لو فضلت على وضوء هكمل. واحد ومراته أول مرة يركبوا طيارة، فقاعدين في الطيارة، فالراجل قال لمراته روحي هاتي لي أشرب. راحت جابت له مية وشرب، وبعد شوية قال لها روحي هاتي لي كمان أشرب. راحت ورجعت ما جابتش حاجة. قالت له أصل الزير اللي كنت بجيب لك منه لقيت واحد قاعد عليه. 4 غبية خطفوا بنت وقفوا تاكسي. سواق التاكسي قال لهم التاكسي ما بياخدش غير 4. قام سابوا البيت وركبوا. واحد قلبه وقف نزل يزق. واحد عربي نزل مصر دخل على صراف آلي سحب 5000 جنيه وطلب عمل سحب إيصال. طلع الإيصال مكتوب عليه ايه الحلاوة دي؟ ايه يا باشا ربنا يزيدك من نعيم. جماعة بلدياتنا ماتوا غرقانين في غواصة، وبعد التحقيق اكتشفوا ان واحد منهم سمع خبط بره راح فتح الباب يشوف مين. بلدياتنا اشترى منبهين، واحد عشان يضرب والتاني عشان يحوش. قط بيجري ورا قط علشان يبوسها، خبطتها عربية وماتت. قال لها احسن خلي الشرف ينفعك. بقول لك صرصور متمرد ليه؟ علشان مش لاقي جزمة توقفه عند حد. واحد بلدياتنا حب يعمل ليلة حمرة ولع في الشقة. واحد بخيل مات ليه وكاتب رسالة ما تغسلونيش انا مستحمل. واحد بلدياتنا قفل الباب على صباعه، الباب ورم. ديك بقدن فوق شجرة وتحتها ثعلب، لما خلص قال للثعلب مش عاوز تنزل نصلي جماعة؟ واحدة غبية اتأخر جوزها عليها، قالت لأمها خايف يكون جوزي اتجوز عليا. ردت أمها قالت لها اتفائلي خير يمكن عمل حادثة. واحد غبي دخل الجيش، القائد بتاعه اداه قنبلة وقال له دي أغلى قنبلة عندنا وأغلى قنبلة في العالم. قال له ارميها على الأعداء من فوق الجبل. أما الغبي طلع فوق الجبل ولأول مرة يفكر وقال القنبلة دي غالية، طيب ما بلدنا أولى بيها، ورماها على جيشه. واحد راح يخطب واحدة عجبته فراح لأهلها، قالوا له البنت بس لسه بتدرس، فقال مش مشكلة برجع بعد ربع ساعة. واحد بلدياتنا دخل على ابن عمه ليه بيلعب طاولة مع الحمار. قال له بتلعب طاولة مع حمار؟ قال له اسكت يا راجل ده أنا مغلوب لقيت دلوقتي 20 دور. واحد بلدياتنا سرق 1,000,000 جنيه وخدهم وحطهم في حفرة وكتب على الحفرة مفيش حاجة هنا. راح ابن عمه حمدان ماشي وراه أخد الفلوس وكتب على الحفرة. حمدان ما خدش حاجة. بقول لك ولد صغير راكب اتوبيس المدرسة وعمال بيغني ويقول إذا بابا حلو وماما حلوة أنا هطلع عسل، وإذا بابا ذكي وماما ذكية أنا هطلع ذكي. سواق الاتوبيس زهق منه قال له وإذا بابا حمار وماما حمار هتطلع إيه؟ قال له سواق اتوبيس زيك. حمار بيسأل حمار انت محشش؟ قال له لا مبرسم. بقول لك ليه الغواصين تحت المية بيتكلموا بلغة الإشارة؟ قال لك علشان الحيتان ليه ودان. بقول لك واحد غبي جاله جواب ومكتوب في آخره صندوق بريد صاد به 44. الراجل ما فهمش يعني ايه، راح يسأل صاحبه قال له يعني بقول لك عايز صندل بني مقاس 44. طالب غبي خرج من الامتحان بعد 10 دقايق، سألوه ليه خرجت بدري من غير ما تحل؟ قال لهم اصل ابويا قال لي لازم تطلع الأول. بقول لك دكتور قلب طلع معاش وفي حفل تكريمه حط صورته جوه قلب كبير. واحد من القاعدين عمال يضحك يضحك وقعد يضحك، سألوه بتضحك ليه؟ قال لهم اصل انا دكتور بواسير وطالع معاش بعد اسبوع. بقول لك بياع انابيب غاز ماشي في الشارع بينادي على انابيب،
نادى عليه واحد بلدياتنا من تاني دور وقال له لا فيني واحدة يا ابوي. قال له اطلعها لك؟ قال له لا، هننزل نشربها تحت. واحد بلدياتنا راح على البنك ومعاه حبل، قال له ابن عمه هتعمل ايه بالحبل يا مجنون؟ قال له عشان نسحب الرصيد. واحدة جوزها غاب اسبوعين وما رجعش على البيت، راحت على القسم علشان تعمل محضر وخدت ابنها الصغير معاها. فالظابط بيسألها اوصاف جوزك ايه يا ست؟ قالت له طويل واشقر وشعره اصفر وعينيه خضرة. فالواد الصغير بيقول لها يا ماما مش كده. قالت له اسكت يا ولا، خليهم يجيب لنا واحد احسن. واحد غبي واقف قدام باب التلاجة عمال يفتح باب التلاجة شوية شوية ويقفل شوية شوية. شافه صاحبه قال له بتعمل ايه كده؟ قال له اموت واعرف مين بيطفي النور من جوه. واحد غبي ماشي في الشارع قال يا رب احط ايدي في جيبي الاقي 10 جنيه. حط ايده في جيبه لقاها مخرومة، رجع يدور عليها لتكون وقعت منه. بقول لك واحد بلدياتنا عايز يتعلم الطيران، اشترى كتاب كيف تقود الطائرة وخد طيارة خاصة وطلع فتح أول صفحة كيف تقود الطائرة، فتح اعمل 1 2 3 طلعت الطيارة. حب ينزل فتح الكتاب ليه؟ الهبوط في العدد القادم. بقول لك دكتور جامعة بيقول للطلبة عنده في الجامعة كل واحد يكتب اسم حبيبه في ورق. بعد 5 ثواني الشباب قالوا خلصنا يا أستاذ. بعد ساعتين البنات قالوا مفيش ورقة تانية. حرامي سرق واحد حنوتي، باع كل المحتويات اللي في الدكان وفضلت الخشبه. قال لك لازم ابيع الخشبه الواحد في الشغله دي. فراح لواحد حنوتي قال له يا عم انت، انا جوز خالتي كان حنوتي زيك وتوفى وانا ورثت منه الخشبه دي وعايز اتصرف فيها ابيعها. فالحنوتي قلب فيها كده قال له دي بالميت تجيب لها 5 جنيه. قال له لسه هسرق لها ميت؟ عايز يخوف حماته، رمى على وشه ميه نار. مدرس كاتب على التخته جمل، راح له مفتش من وزاره التربيه والتعليم، قوم اول واد قال له اقرا اللي على التخته. قال له دمل، خليك واقف. اللي بعده دمل، خليك واقف. اللي بعده دمل، خليك واقف. اللي بعده دمل. الفصل كله دمل 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 بالدال. جاب المدرس قال له الحكايه دي كل العيال دمل. قال له اعمل ايه؟ اديلهم من هنا يدولي من هنا. مره واحد فلاح مراته دخلت عليه في الاوضه، لقيته مرصص ازايز دواء وماشي عليها. قالت له ايه اللي انت بتعمله؟ قال لها الدكتور قال لي امشي على الدواء. برضه نفس القصه، واحد لابس فرده بني فرده سودا وحاطط رجل على رجل، 2 قاعدين ضاربين بانجو. يقول له شفت الراجل؟ لا جزمه بني وجزمه سودا على الطلاق. اول مره اشوف واحد حاطط رجله على رجل اللي جنبه. واحدة ست اتعزمت، خواجات اتعزمت عند واحدة ست صاحبتها مصرية، حطت لها طبق مش. الولية استطعمت المش، قاعد تاكل فيه كتير. ايه دي حبيبي دي؟ قالت لها ده مش. تروح لغاية البقال تدي له جنيه يملى لك طبق تاكلي فيه سنة. الولية راحت لغاية البقال نسيت كلمة مش، قالت له من فضلك اديني بجنيه جبنة روبابيك يا واحد فلاح أول مرة ينزل مصر هو ومراته وابنه، مشوا كده في ميدان الحديد في الزحمة. الراجل تهم مراته، راح تبلغ عنه في الشرطة. قالوا له اوصف لنا جوزك عشان نعمل لك نشره وندور لك عليه. قالت لهم جوزي كان لابس بدله شيك وكرافته حلوه وجزمه فرنيه بتبرق بيلمع فيها شعره. الواد ابنها مثلا لا هي يا اما ابويا كان لابس جلابيه وبلغه. قالت له اسكت خلوهم يدونا واحد كويس. واحد حرامي صاحبه ندل، فالحرامي بيقول للندل علمني النداله، والندل بيقول للحرامي علمني السرقه. فالحرامي قال له بص تحط ايدك كده في الزبون وهو مش عارف الزحمه تطلع الفلوس كده. قال له خلاص علمتني انت النداله بقى. راح ماسك ايده الحرامي. 50 من بلدياتنا نازلين مصر اول مره ينزلوا مصر، ماشيين في شارع فؤاد لقوا مكتوب على شارع عبور المشاة. راحوا قانعين هدومه وقال الله اكبر. فتوة في حي شعبي كل يوم في قهوه في المنطقه بيقعدوا عليها الشباب بتوع المنطقه. كل يوم الفتوه يروح بابا بام بابا بام بابا بام بابا بام بابا بام بابا بام بابا بام. العيال كلها تقوم تجري. كل يوم بالنظام ده صاحبنا يروح داخل على القهوه بابا بام بابا بام بابا بام بابا بام. كل القهوه تقوم تجري. كل يوم بالنظام ده بابا بام بابا بام بابا بام بابا بام بابا. كل القهوه تقوم تجري. في راجل اسمه معلم صنقر كان مسافر بره،
اول ما جه من السفر راحوا له الشباب قالوا تعالى يا معلم صنقر، انت من يوم ما سافرت والحته كلها اتقلت بركتها، في ايه يا اولاد؟ قالوا في راجل فتاوه هنا مشيبنا كل يوم يجي يقومنا من على القهوه. قال فتاوه مين وبتاع مين؟ خدوني على القهوه وانا اخد لكم حقكم الفتاوه ده. راح صاحبنا قاعد على القهوه، جه الفتاوه كالمعتاد بام 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 بام، كل القهوه قامت تجري ما عدا صنقر. بيصحوا صنقر لقوه مات. ده واحد بخيل ابنه جاي من الشارع بيندى عليه يا بابا يا بابا يا بابا. البخيل قال له يخرب بيتك كفايه بابا واحده. دول اتنين غاويين صيد بيروحوا يطيروا يصطادوا معاهم كلاب صيد. واحد فيهم يضرب طلقه الكلب بتاعه رهوان يروح يجيب الفريسه من قفاها. صاحبه التاني يضرب الطلقه الكلب بتاعه كش يقعد مطرحه كده. قال له اعمل ايه في الكلب الجبان ده؟ قال له اقول لك على نصيحه ووصفه كويسه جدا. في ناس في الافراح كده بتضرب نار وشعبيه وجو حلو قوي، روح خد الكلب بتاعك سهره كده كان فرح قلبه هيجمد. صاحبنا خد الكلب كل ما يسمع فرح فيه في حته ياخد الكلب ويروح يسهر، معزوم مش معزوم يروح يسهر. عمل الحكايه دي خدت منه 6 اشهر. راح بقى يصطاد هو وزميله، بيضرب طلقه الكلب قاعد يزغرط. واحد فلاح راح للدكتور يكشف على ودنه، الدكتور قال له عندك شرخ في طبلة الودن. قال له يخرب بيته زلزال. محامي رفع قضية وقعت عليه. ده راجل بلدينا خطف بنت ومسكوه فعملوا له عرض قانوني عشان البنت تتعرف عليه. البنت قاعده جنب ضابط المباحث وصاحبنا دخلوه وسط مجرمين عشان البنت تتعرف عليه. اول ما دخل شاف البنت قاعده جنب الضابط قال هي دي اللي انا خطفتها. ده واحد شامي راح لواحد ايه فكهاني، حط ايده كده على بتاع على البرقوق. قال له شو هذا؟ فكان قال له برقوق. قال له هيك برقوق؟ هات البرقوق عندنا في الشام لوحده كبيره كده. قال له شو هذا؟ قال له مشمش. قال له هيك مشمش؟ هات المشمش عندنا في الشام لوحده كبيره كده. شو هذا؟ برتقان. هيك برتقان؟ هات البرتقان عندنا في الشام لوحده كده. الفكاني حجاني مش لاقي حاجه يقولها. لا الشامي يحط ايده على البطيخ. قال له شيل ايدك من على العنب. جاب لها تلفزيون ملون، راح الشغل رجع، ايه رايك في التلفزيون؟ قالت له رجعه لحسن الالوان بتاعته بتبهت. واحد قصير قوي راح يشهد في قضيه، فالقاضي بيساله بيقول له اسمك ايه؟ قال له نخله. قال له هنكدب من اولها. راجل بلدينا راح يعمل اشعه على صدره، فالراجل هناك في المستشفى حب يعني استكراده، راح مركبه الاسانسير وراح فاتح الباب وقفله وفتحه تاني. قال له تعالى خدها يوم السبت. الديمقراطية وما أدراكم من الديمقراطية. ده واحد مصري واحد إنجليزي، الإنجليزي بيقول للمصري بيقول له احنا عندنا ديمقراطية في إنجلترا 100%. تاني قال له لا ده احنا عندنا في مصر 100%. قال له لا ده احنا عندنا في انجلترا. انا ممكن اقف في ميدان البيكاديلي ده يا اخوانا في انجلترا كده عندنا زي العتبه بس على حاجه جامده قوي، واقف واقول يسقط براون. قام صاحبنا المصري قال له انا ممكن اقف في العتبه واقول يسقط براون. واحد قابل واحد صاحبه قال له معكش 10 جنيه سلف؟ بص له كده دوكا يا عيني خلصان خالص مفلس. قال له شاف المفتاح ده؟ قال له خده واتكل على الله. شاف الشارع اللي هناك ده؟ الله. قال له خش فيه شمال، سيب اول حاره وتاني حاره وتالت حاره خش فيها، سيب اول بيت وتاني بيت وتالت بيت وادخل فيه، سيب اول دور وتاني دور وتالت دور يطلع فيه، هتلاقي 3 شقق، سيب اول شقه وتاني شقه وتالت شقه وادخل فيها، تخش تلاقي 3 اوض، سيب اول اوضه وتالت اوضه خش فيها، تلاقي في وشك دولاب افتحه، سيب اول ضلفه وتاني ضلفه وتالت ضلفه هتلاقي عليها مصحف هتحلف لك عليه مفيش في جيبي ولا مليم. خنفس بيقول لك مره واحد عمل نذر لابنه في الثانويه العامه اذا نجح هيذبح له خروف. قابله صاحبه بعد النتيجه بيقول له النتيجه ايه؟ قال له الخروف نجح. مدرس انجليزي بيسال تلميذ بيقول له لو انت واقف كده وفي واحد في اوضه وعايز تقول له كام هير عشان يجي لك، تقول له ايه؟ اقول له كام هير هيطلع لي بره. قال له لو حبيت تدخله الاوضه، قال له لف له من الناحيه الثانيه اقول له كام هير. ده بقول لك واحد عمده
قال لك يا جماعه يعني كل الناس عماله تتكلم عن المريخ والقمر، ما احنا لازم نعمل حدث كده يهز الدنيا. عمل مؤتمر صحفي وقال احنا هنطلع الشمس. كل الناس الصحفيين يعني مستغربين، فواحد من الصحفيين بيقول له يعني لكن يا عمده هتطلع الشمس ازاي والشمس حاميه نار؟ قال له خلاص يا اخي نطلعها بالليل. ده راجل مسطول كل يوم يجي بالليل وهو مروح السلم عنده ضيق وصغير كده، وهو طالع السلم بربام 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 يروح واقع في السلم متكسر. كل يوم بالنظام ده بربام 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 يقع يتكسر. طلع مراته قال لها يا وليه ما تشوفي لك حل، نوري لي السلم. قالت له خلاص يا اخويا لما تيجي بكره بالسلامه هبقى حاطه لك كلوب في السلم. حطيت له كلوب، صاحبنا جه المعتاد بربام 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 راح واخد الكلوب في رجله كسره. قال لها وليه مش قلت لك تحطي لي الكلوب؟ قالت له ما انا حاطه لك كلوب. الله ما انت حطها في الضلمه. راجل بلدينا راح يركب الاسانسير لقى مكتوب الحموله 8، سافر البلد جاب 7 يركبوا معاه. واحده خلفت طفل انابيب لقيته منفس. ديك بيقول لي فرخة يا ضعيفة اللي بياخدوا عيالك ويبيعوهم. قالت له مش احسن من اللي بيأذن وما بيصليش؟ دكتور بيقول لمريض عندك فيروس في الرئة. قال له طب دور كده يمكن تلاقي نانسي في الكبد. واحد محشش قبل ما يموت وصى عياله انهم يتبرعوا بكل اعضائه ما عدا المخ. سألوه قالوا له ليه؟ قال لهم عشان الذاكرة فيها صور عائلية. واحد بيقول لصاحبه المحشش خلى عندك امل لبكره. قال له لا يا عم خلاها عندك انت لابويا يقفشني. سألوا واحد محشش قالوا له الشمس اهم ولا القمر؟ قال لهم القمر طبعا. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان بيطلع بالليل والدنيا ضلمه ينور لنا، انما الشمس بتطلع بالنهار وكده كده الدنيا بتبقى نور. حمار راح فرح الاسد، فالاسد استغرب قال ايه ده انا ما عزمتش حمير، ايه اللي جابك يا عم؟ قال له لا ما انا كنت اسد زيك بس لما اتجوزت بقيت حمار. مدرس رياضة خلف ولدين واستنتج التالت. 3 مجانين قرروا يهربوا من المستشفى. قالوا نعمل خطة، لو السور طويل نقصره شوية ونهرب، ولو لقيناه قصير نهرب على طول. راحوا عند السور لقوا اصلا مفيش سور. قالوا يا خسارة الخطة باظت. طالب في طب اسنان نجح فعملوا له كيكة على شكل اسنان. قال يا ريتني كنت نسا ولادة. دكتور فتح عيادة قال اللي هيتعالج عندي يدفع 100 جنيه واللي مش هيتعالج هدفع له انا 200 جنيه. فواحد نصاب حب ينصب على الدكتور ده، راح له اول يوم قال له يا دكتور انا ما بحسش بطعم الاكل. فالدكتور قال له سهله وبسيطه. قام نده على الممرضه قال لها هات علبه الدواء رقم 22. النصاب ده حته لقاه فلفل مولع نار قام تف على الارض. الدكتور قال له الف مبروك كده حاسه التذوق رجعت لك. النصاب زعل قعد يفكر يفكر يفكر. قام جاله تاني يوم قال له يا دكتور انا فقد الذاكره. الدكتور قال له سهله وبسيطه. قام نده على الممرضة وقال لها هاتي علبة الدواء رقم 22. النصاب قال له ايه ده مش ده اللي فيه فلفل؟ الدكتور قال له الف مبروك كده الذاكرة رجعت لك. واحد محشش فتح محل ملابس، فدخلت له واحدة وقالت له عندك تيشيرتات لعيل كده في تانية ثانوي؟ قال لها علمي ولا ادبي؟ واحد مسك ايد مراته وقال لها ياه ما نرجعش زي زمان. قالت له ازاي يا حبيبي؟ قال لها لا تعرفيني ولا اعرفك. واحد حرامي دخل يسرق بيت فلقى اصحاب البيت كلهم صاحيين، قام ضربهم كلهم وسرق البيت. وهو طالع كده لقى واحد نايم قام صحاه وضربه على قفاه. قال له ليه كده انا عملت لك حاجه؟ قال له عشان لما تصحى الصبح ما تعملش فيها راجل وتقول يا ريتني كنت صاحي. واحد محشش راح ينتحر فشافه راجل كبير كده قال له عايز تنتحر ليه يا ابني؟ قال له عندي مشكلة عائلية. قال له يا ابني كل مشكلة ولها حل، احكي لي مشكلتك ايه؟
قال له اتجوزت واحدة أرملة ومعاها بنت، أبويا لما شاف بنتها عجبته فقرر يتجوزها، فأبويا دلوقتي بقى جوز بنتي وأنا بقيت عم أبويا، وبما إن ابني هو أخو مرات أبويا اللي هي خالتي فكده ابني بقى خالي، ولما مرات أبويا ولدت بقى أخويا من أبويا وفي نفس الوقت حفيدي لأنه حفيد مراتي من بنتها، وبما ان مراتي بقت جدة اخويا فهي كده تبقى جدتي وانا حفيدها، وبكده انا ابقى جوز جدتي وحفيدها. الراجل قال له بس انتحر انتحر، الله يلعن ابوك لابو اللي سألك. اب بيشحت هو وبنته، وبنته جميلة قوي، شافها واحد مهندس فقال لابوها عايز اخطبها. ابوها قال له بشرط تشحت معانا 3 ايام عشان ما تعايرهاش بعد كده وتقول لها يا شحاتة يا بنت الشحات. المهندس وافق وقال له ماشي يا عمي. شحت معاهم اول يوم وتاني يوم وتالت يوم قعد يعيط، فابوها قال له يا ابني هانت خلاص فاضل يوم واحد. قال له يا عم انا ما بعيطش على الشحاتة. قال له امال بتعيط على ايه؟ قال له على السنين اللي ضيعتها في هندسة. واحدة فلوسها اتسرقت في الاتوبيس، فراحت القسم عملت محضر، فالظابط بيسألها هي انت كنت عاينة الفلوس فين؟ قالت له في صدري يا باشا. قال لها وازاي ما حسيتيش بيه؟ قالت له وربنا ما كنت اعرف انه حرامي. واحدة كل ما تروح البيت تلاقي واحد واقف جنب البيت، كل يوم على الحال ده، كل ما تروح البيت تلاقي واحد كده واقف جنب البيت، ففكرت ان الشخص ده بيحبها، فجت في يوم كده وسألته، قالت له انا بشوفك هنا على طول يعني. قال لها سريعة قوي شبكة الواي فاي بتاعتكو دي. واحد بيقول لخطيبته حد لمس ايدك قبلي، قامت سكتت. قال لها زعلت ولا ايه؟ قالت له لا بس بعدهم. سلحفة دخلت مطعم وطلبت رز، قام الجرسون شايلها ورميها بره. جات له بعد شهر وقالت له طب ما تزقش بس. واحد محشش عرف ان الشيطان شاطر فقرر يذاكر معاه. واحد قاعد يقرا في كتاب اسمه الرجل هو سيد المنزل، مراته معدية فشافته قالت له مش هتبطل تقرا كتب خيالية بقى؟ واحدة اتخانقت مع جوزها، قامت فاتحة الفيسبوك وكاتبة أشعر بالطلاق. واحد رخم نزل الشارع فملقاش حد يرخم عليه، قام وقف قدام العمود وقال له عديني. 10 أغبياء قاعدين يحششوا مع بعض، فالبوليس طب عليهم، 5 منهم هربوا و5 استخبوا في عربية البوكس. واحد راجع من الشغل لقى مراته بتلم في هدومها وماشية، سألها مالك في ايه؟ قالت له مش انت بعتلي رسالة انت طالق؟ قال لها استنى استنى ده انا تليفوني اتسرق، استنى ما اكلم الحرامي يمكن هو اللي عمل كده. كلم الحرامي وقال له يا عم انت سرقت التليفون، وقلنا ماشي لكن كمان تطلق الولية برسالة؟ قال له يا عم هي اللي كل شوية تبعت لي رسايل، هات عيش وانت جاي، هات بصل، هات خضار، بصراحة صعبت عليا فقلت اطلقها لك، وهو بالمرة كفر عن ذنب ان سرقت التليفون. سألوا الفار ليه بتحب البنات؟ قال لهم محدش عامل لي شخصية غيرهم، كل ما يشوفوني يصرخوا، حسيت اني مهند. واحدة صحيت من النوم بتقول لجوزها انا حلمت انك علمتني السواقة وجبت لي عربية. قال لها طب كملي يمكن تعملي حادثة. واحد دخل البنك وقال للموظفة افتحي لي حسابها كلبة، فزعلت وراحت قالت للمدير، فالمدير جه قال له انت في بنك محترم لازم تتكلم بأدب عن كده. قال له عايز افتح حساب ب10 مليون دولار يا حمار. قال له بنت الكلب دي لسه ما جابتلكش عصير؟ ديك وفرخة دخلوا السوبر ماركت يشتروا بيض، فالراجل قال لهم ايه ده انتوا مش بتبيضوا؟ فالفرخة اتكسفت كده وقالت له لا احنا لسه مخطوبين. واحد حرامي سرق كرسي من القهوة وطلع يجري في الشارع، صاحب القهوة طلع يجري وراه، الحرامي اتزنق كده وحس انه هيتمسك، قام حط الكرسي في نص الشارع وقال له واحد شاي بعد اذنك. لو عجبتكم النكت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. مرة موبايل بيقول للشريحة روحي وانت طالق، قالت له يخرب بيتك والرصيد اللي في بطني. واحد خليجي بيسأل واحد مصري، بيقول له انتوا ليه لما حد يسألكوا سؤال بتردوا عليه بسؤال؟ قال له مين اللي قالك كده؟ مرة واحد عفريت طلع لواحد غبي قال له اطلب أمنية،
قال له المصحف ما معايا رقمها. واحد غبي اتقدم لبنت يخطبها، قالت له انا اسفة مش هقدر ارتبط بيك عشان جوايا شخص تاني. قال لها بلاش فلسفة وقول انك حامل. بيقول لك مرة واحد كان مخنوق من مراته، قال لها انا زهقت منك وهروح اتجوز هيفاء وهبي. قالت له موافقة. قال لها انت يوم وهي يوم. قالت له لا. قال لها خلاص انت يومين وهي يوم. قالت له برضو لا. قال لها خلاص انت 3 وهي يوم. قالت له لا. قال لها طب عايزة ايه؟ قالت له انت يوم وانا يوم. مرة واحد غبي راح يشوف نتيجته في الامتحان، لقى نفسه ساقط، قام راح يتخانق مع امه. امه قالت له انا مال انا؟ قال لها طول السنة قاعدة بتلعبي وجاية اخر يومين تدعيلي. مرة 3 اطفال راحوا محل لعب، واحد قال للراجل عمه عايز بالونة، فالراجل جاب السلم وطلع جاب له بالونة. بعد ما نزل سأل التاني قال له عايز ايه يا حبيبي؟ قال له عايز بالونة. قال له ما قلتش ليه وانا فوق؟ المهم طلع جاب له البالونة، وهو فوق سأل التالت قال له انت كمان عايز بالونة؟ قال له لا يا عمو. قام نزل من على السلم قال له امال عايز ايه يا حبيبي؟ قال له عايز بالونتين. مرة واحد غبي سرق فلوس كتير ومش عارف يخبيها فين، فراح الصحراء وقعد يحفر يحفر لغاية ما عمل حفرة كبيرة وحط الفلوس فيها وردم الحفرة، وعلم الحفرة بلوح خشب مكتوب عليه هنا مفيش فلوس. فواحد غبي معدي شاف اليافطة، قعد يحفر يحفر وخد الفلوس وكتب على لوح الخشب حسنين ما خدش حاجة. واحد اقرع حس ان في حاجة ماشية على دماغه، بيحط ايده لقاها نملة، جه يشيلها قالت له استنى والنبي يا عمو اخر زحليقة. مرة واحدة امريكية وواحدة فرنسية وواحدة مصرية قاعدين يجربوا صدى صوتهم. صدى الصوت قال هلو، الفرنسية قالت بونجور، صدى الصوت قال بونجور، المصرية قالت هي هي هي، صدى الصوت قال حبيبة بشرب. مرة واحد راح يتقدم لواحدة طويلة قوي، فابوها قال له المهر 500,000 جنيه. قال له ليه يا عم انت حاسب لي المتر بكام؟ بيقول لك مرة تلميذ بيقول لمامته تعالي معايا المدرسة بكرة. قالت له ليه يا حبيبي؟ قال لها المستر قال اللي مش هيعمل الواجب هضرب امه بالجزمة. مرة واحد حماته داستها عربية، فسألوه انت شفايفك سودا كده ليه؟ قال لهم من كتر البوس في الكاوتش. مرة واحد صعيدي اشتغل سواق في باريس، ركبت معاه واحدة عريانة، طول الطريق عمال يبص عليها من المراية. قالت له أول مرة تشوف واحدة عريانة ولا إيه؟ قال لها لأ، بس هموت وأعرف هتطلع الأجرة منين. بيقول لك مرة واحدة حامل غبية قوي، الناس قالوا لها جوزك بيخونك مع واحدة تانية، راحت لجوزها وقالت له قول لي الحقيقة وهسامحك، الواد اللي في بطني أمه تبقى مين؟ واحد صعيدي حب يوصل بلده بسرعة، ركب القطر وقعد يجري فيه. مرة واحدة ست سايقة على الGPS، فالGPS قال لها انحرفي قليلا، قامت قلعة الطرحة. واحدة ست اتصلت بأمها وعمالة تعيط، أمها بتقول لها مالك يا بنتي؟ قالت لها اتخانقت أنا وجوزي. قالت لها عادي يا بنتي ما كل اللي جواز بيتخانقوا. قالت لها طيب قولي لي أعمل إيه في جثتي دلوقتي. مرة واحدة اتصلت على جوزها وهي متعصبة، قالت له فينك يا زفت؟ قال لها تعرفي محل الدهب اللي فيه الطقم اللي عجبك امبارح؟ قالت له أيوة عارفة يا عمري يا روحي يا حياتي. قال لها أنا عند الحلاق اللي جنبه يا زفتة يا بنت الزفتة. مرة واحد محشش قاعد جنب واحد صومالي، فالمحشش بص على الصومالي وقال له انت صيني؟ قام استغرب الصومالي وقال له لأ. بعد شوية المحشش رجع تاني بص عليه وقال له انت صيني؟ فالصومالي اتعصب وقال له يا عم لأ. بعد شوية المحشش بص على الصومالي تاني وقال له طب أمك صينية؟ فالصومالي اتنرفز قوي، قال له أيوة أنا صيني وأمي صينية واسمي شونجلي، ارتحت. فالمحشش قال له غريبة مع إني شكلك صومالي. واحد بيقول لصاحبه مراتي ماتت وبحاول أعيط من الصبح ما قدرتش أنزل ولا دمعة، مش عارف أعمل إيه. قام صاحبه قال له تخيل إنها رجعت.
واحد مصري بيسأل واحد أمريكي: إيه أخبار الدنيا معاك؟ قال له: بالنهار راكب همر وبالليل قاعد مع قمر. وانت؟ قال له: بالنهار سايق تريلا وبالليل قاعد مع غوريلا. واحد غبي بيعمل تحليل دم، فالدكتور قال له: انت عندك سكر في الدم. فالغبي قال له: الله يكرمك يا دكتور، والله انت اللي زي العسل. سألوا واحد محشش: ايه هو الحب؟ قال لهم: عبارة عن حرفين: حمار بيكذب وبقرة بتصدق. مرة واحد منحوس عمل المستحيل عشان يسافر أمريكا، وفعلا سافر. وأول ما وصل أمريكا لقاهم عاملين مسابقة هناك، اشترك في المسابقة وكسب. بس عشان يشوف كسب ايه، لقى نفسه كسب رحلة لمصر. لو عجبتك النكت ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. احلى مسا عليكم يا رجاله. واحد بلدياتنا سافر انجلترا، واول ما خرج من المطار لقى ثلاجه كبيره بتاعت حاجه ساعه، راح مطلع عمله من جيبه وحطها في الثلاجه، راحت مطلع له حاجه ساعه. بلدياتنا اتفاجئ قوي، حط العمله تنزل ازاز، حط العمله تنزل ازاز، الناس واقفه طوابير. فعدى واحد مصري تاني قال له: يا بلدياتنا ما تكسفناش، سيب الناس تشرب حاجه. بلدياتنا قال له: والله العظيم طول ما انا بكسب لا يمكن. واحد غبي راح يزور صاحبه في البيت، وهو في بيت صاحبه الدنيا مطرت، فصاحبه قال له: خلاص بات عندي الليلات. فصاحبنا الغبي قال له: ماشي. فالمهم صاحبه دخل يعمل قهوه في المطبخ، ولما خرج من المطبخ لقى الغبي هدومه كلها مبلوله. صاحبه قال له: ايه اللي عمل فيك كده؟ الغبي قال له: مفيش، رحت جبت بيجامتي من البيت وجيت. في واحد مصري اتجوز على مراته واحده لبنانيه، وبعديها بفتره المصاريف زادت عليه، فقرر يطلق واحده فيهم، فادى لكل واحده 500 جنيه وسافر. رجع بعد اسبوع لقى المصريه معاها 350 جنيه، اللبنانيه صرفت ال 500 جنيه واستلفت 500 جنيه كمان. راح مطلق المصريه وقال: دي هتعرف تدبر حالها، انما اللبنانيه عينها هتضيع من غير. موقف حصل لي زمان ايام المدرسه في اعدادي، كنا هربانين ايام المدرسه انا وواحد صاحبي، رحنا دخلنا بلاي ستيشن وقعدنا على الجهاز. الراجل صاحب البلاي ستيشن قال لنا: ثواني وجاي هشغل لكم الجهاز. صاحبي راح قايل له: لا تمام احنا بنعرف نشغل. راح صاحب الجينيوس راح مفرمط الجهاز، كان ايامها الجهاز غالي قوي. فلقيت صاحبي بيقول لي: ما تخافش هروح الحمام وهرجع. المهم خلع وسابني قاعد على الجهاز ومش عارف اعمل ايه، وكنت هعيط. لولا ستر ربنا النور قطع. قلت الحمد لله ربنا انقذني. فانا قمت عشان احاسب وما كملناش 10 دقايق. الراجل قال لي: خلاص مش عايز حاجه. قلت له: تسلم ومشيت. انا عمال افكر في صاحبي اللي سابني وخلع. خرجت بره لقيت الناس ماسكينه وشغالين فيه ضرب. بسال واحد من اللي واقفين فبقول له: عمل ايه الواد ده؟ قال لي: مسك خشبه ورماها على سلك الكهرباء وعملت قفله والنور قطع. في مجموعه من الاهالي في قريه صغيره قدموا شكوى للاوقاف عشان الامام بيقول خطب طويله في صلاه الجمعه، فالاوقاف بعتت لهم شيخ تاني وحذرته من الاطاله. فراح لهم الامام الجديد ودخل المسجد وطلع على المنبر، سال المصلين وقال لهم: تعرفوا قصه سيدنا يوسف عليه السلام؟ فردوا عليه الناس كلها وقالوا له: اه. فراح الامام قال للمؤذن: اقم الصلاه. ولما خلصوا الصلاه سال الامام الناس وقال لهم: تعرفوا قصه سيدنا موسى عليه السلام؟ فالناس ردت عليه وقالت له: اه. فراح قال لهم الامام: ما تجوش الجمعه الجايه. في 2 ستات قاعدين مع بعض، فواحده منهم قالت للتانيه: انت ازاي قدرتي تسيطري على جوزك وما تخلوش يسهر بره البيت؟ صاحبتها ردت عليها وقالت لها: بسيطه، عملت له قانون جديد في البيت ان كل يوم البوس يبدا الساعه 9 بالليل اذا كان هو موجود او مش موجود. في واحد عنده مزرعه فراخ، دخل المزرعه لقى كل فرخه بيضه واحده، فمسك فرخه من رجليها وقطعها وقال للفراخ: اللي مش هتجيب بكره 5 بيضات هقطعها زي الفرخه دي. تاني يوم لقى كل الفراخ بيضه 5 بيضات الا فرخه واحده بيضه 3 بس، فمسك الفرخه وقال لها: ايه ده؟ فالفرخه قالت له: استر عليا ناديك. واحد منوفي كان في الشغل ومراته طلبت منه انه يحول لها رصيد، وهو بيحول لها رصيد بعته غلط على رقم غريب. اتصل المنوفي على الرقم الغريب ده ما رضاش يرد عليه، وبعد نص ساعه برضه رن عليه وما ردش. فقرر اخينا المنوفي ده انه يبعت له رساله. الرساله هي: اخي العزيز، اختي العزيز، يشرفني اني ابلغك بعد قبولك الرصيد اصبحت رسميا عضو من جماعتنا، جماعه انصار تنظيم الاعلى، وانت الشخص الثامن والتسعون من انضموا الي. انتظرنا غدا سوف ناخذك للتدريب، لا تقلق، نحن نعرف اين انت. وبعد ما الرقم الغريب قرا الرساله بعت للمنوفي ضعف الرصيد مرتين، وكتب له الرساله اللي انتوا هتسمعوها دي: اسف، لقد كان هاتفي اثناء الشحن وارجو المعذره، ولقد اعدت لكم الرصيد ومعاه زياده، يجب عليكم البحث عن اشخاص اخرين لاني شخصي معاق. بقول لكم ايه، لو كان عجبكم الفيديو اللي فات ده ففي فيديوهات اهي تانية فوق ممكن تخشوا تتفرجوا عليها. وفين السبسكرايب؟ ما بتدوسوش ليه سبسكرايب هنا على لو ما كنتوش لسه اشتركتوا في القناه ممكن تدوسوا هنا على سبسكرايب علشان توصل لكم الفيديوهات بتاعتنا الجديده اول باول. ايه بتبصوا لي كده ليه؟ مستنيين ايه؟